احنا بنتمنى ان ده يتحقق، ما يبقاش في واحد كده وانا بتكلم دلوقتي ابقى وانا بقول اي كلمه خايف ان في ملائكه هيحاسبوني. ليه؟ هو انا عدو؟ رئيس الجمهورية المفروض هو موظف عند الشعب، رئيس الوزراء موظف عند الشعب، المحافظ هو موظف عند الشعب. هل ده سائد في مصر؟ يتعمل بس استطلاع راي كده على اسماء اللي بتتصدر مشهدنا السياسي والاعلامي، هل توافقون على استمرار تلك الوجوه؟ اتحداه. احنا عايزين نلتف حوالين بلدنا، نلتف ازاي؟ ان احنا نقدم النماذج اللي تحث على الثقه، تبعث على الامل، تبعث على الحلم، لكن ما اشوفش وجه التسلق بين كل الانظمه هو اللي بيقول نحلم ببكره. انت اللي بتقول نحلم ببكره ازاي؟ هل مصر في التوقيت الحالي قدرت ان هي تقضي على الكوربشن او الفساد؟ لما تشال شخص وجه مغضوب عليه والشعب مش طايق يشوف خلقته، الناس فرحت. يبقى المواطن ده ابسط حاجه تبسطه. ليه ما ابسطوش؟ كنت دايما اقول انا مش هاجي على اللي باني بيت بالطوب الابيض ويمكن لم فلوسه من الجيران واسيب اللي باني قصد، بدليل ان انا اول بدات ايه بالنيل. انا عايز اجي على الكبير قبل الصغير. يوم ما المواطن يحس ان انت مش جاي على الصغير بس بتفكر في الكبير اولا تشتغل عليه، ساعتها الناس هتستفيد. الدولة موظفين عند الشعب. هل المفهوم ده سائد عندنا في مصر؟ رئيس الجمهورية المفروض هو موظف عند الشعب، رئيس الوزراء موظف عند الشعب، المحافظ هو موظف عند الشعب. هل ده سائد في مصر؟ هذا ما ينبغي ان يكون، هذا ما ينبغي ان يكون. احنا كلنا في رحله وكل واحد بيأدي دور، وبينتهي هذا الدور وفي النهايه بيكون تراب. يعني احنا كلنا بنأدي مهام، كلنا بنشتغل عند بعض. نعم. انت لما تيجي تدور احنا كمجتمع كلنا بنشتغل عند بعض. هل شفت رئيس وزراء هولندا؟ طبعا خارج بالعجله بالدراجه، العجلة بتاعته عادي جدا يا باشا، عادي. والناس سعيدة ومبسوطة. ولهذا الناس دي عايشه الحلم بجد. ده حقيقي. الناس دي عايشه الحلم بجد والخيال بجد. ده حقيقي. حقيقي ما احنا عشنا وسطهم. الناس بتعرف تحلم من فكره الحلم كانها صنعت لهم. نعم. من اجلهم ليعيشوا كبشر. مين السبب يا دكتور ان الاقتصاد المصري ينهار؟ مش ما نقدرش نقول الحمد لله ربنا يعني ساترها لغايه اللحظه دي، لكن اقدر اقول ان في اسباب كثيره جدا. اداره الملف الاقتصادي والكفاءات، فكره تعزيز دوله القانون اللي هي الاحلام العظيمه. نعم. اللي احنا حلمنا بيها. نعم. يعني احنا الكفاءات يتولوا الامر، دوله القانون انه القانون كده يبقى هو الحاكم والفيصل، وسامح يبقى ماشي مش خايف. نعم. طالما هو لم يخطئ. نعم. يبقى دولة قانون، يطبق القانون على الجميع. ساعتها لا هتلاقي حد يسرق أملاك دولة ولا أراضي دولة ولا يعتدي ولا الكلام ده كله. نعم. هتلاقي كل حاجة في مكانها بشكل طبيعي جدا. هو إيه اللي خلى دول كتيرة تتقدم؟ هو دولة القانون. نعم. هو لو شعر رئيس وزراء هولندا إنه فوق القانون ما كنتش هتشوفه بالمنظر ده. نعم. هي قضية دولة قانون. نعم. لأنه ما عندوش أزمات وبستخدم القانون لمصالحي الخاصة. إن أنا أستخدم القانون وأستخدم أدوات القانون من أجل إن أنا أرعب الناس. لا، القانون مش كده. هل دخول الدولة والمؤسسات السيادية في الاستثمار والاقتصاد الفترة اللي فاتت هو ده اللي تسبب في تراجع الاقتصاد المصري؟ في مرحلة من المراحل كان تدخلهم مهم، وأظن الكلام ده أنا ماشي على خط لم أحيد عنه. انتقالية. كان في فترة انتقالية بعد الثورات والضربات والتفجيرات والكلام ده كله. مين اللي كان يشيل المركز؟ لازم الدولة. لا، لازم ما كانش ينفع إن أنت تقول أسيب، لأن رأس المال بيقول لك جبان. نعم. مش جبان، هو راجل مستثمر وفلوسه معاه، من المكان ده مش مناسب، المكان ده فيه حريقة، أحط فلوسي فيه إزاي؟ وبالتالي مين اللي يشيل المركب؟ يعني فما فيش شك إن كان في فترة معينة نعم. كان لازم تشيل. لكن أنا قلتها دايما من 2016. نعم. كان ينبغي أن يكون لدينا رؤية اقتصادية غير، وخاصة إن دي بداية تطبيق برنامج صندوق نقد الدولة. إحنا بدأنا برنامج الصندوق من 2016. يبقى كان ده عايز حكومة اقتصادية. هل تم ده؟ رؤية اقتصادية غير، كفاءات غير، أحلام غير، أولويات غير. ده اللي كنا محتاجين نشتغل عليه من 2016. عشان كده إحنا يمكن أنقذنا الوطن بفضل الله تعالى، لكن في معاناة رهيبة جدا لأن إحنا ما أخذناش بأسباب التغير. نعم. طالما برنامج صندوق نقد الدولة يعني كلام كله اقتصاد. انت بتتعامل مع صندوق الدوله بيقول لك افرض ضرائب وقلل دعم ولا كده، كله كلام اقتصاد. يبقى لازم يكون في مجموعه اقتصاديه ازاي تدير المشهد والملعب بما يتوافق مع هذه السياسه. هل انا بخترع كلام في هذا الامر؟ نعم. يعني هل انا بقول كلام غريب؟ انت واحد جاي بفكر تاني خالص، مش فكر سياسي، ده فكر اقتصاد. ده كان محتاج حكومه اقتصاديه. عايز اسال حضرتك سؤال هو ممكن يكون صعب جدا واجابته محتاجه حلقات، ولكن انا محتاج كبسوله لان انا عارف ان عند الدكتور رضا عبد السلام كتير والناس بتستفاد منه. ازاي مصر تعدي من الازمه الحاليه؟ تعدي بالمقام الاول بحاجه مهمه قوي، ودي حاجه يعني شايفها غائبه بشكل كبير جدا: الثقه والضمير. شوف، الثقه، ما هو عشان يعود الضمير لازم يكون فيه تعزيز للثقه. نعم. انا اسال حضرتك،
اللي قاعدين